فإنما يصيب الأمة من بلايا وكوارث ومصائب، فهو وإن كان كما قلنا سببه المعاصي إلا أنه خير لهم تكفير لسيئاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع من حديث أبي موسى: أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا الحديث العظيم يفسر لنا ذلك التساؤل الذي ربما يكون يمر ببعضنا، وهو لماذا الكفار وهم يعصون الله ليل نهار يبارزون الله بالمعاصي في نعيم ورغد من العيش، وأمة الإسلام والمسلمون وهم موحدون على ما عندهم من تقصير، إلا أن البلاء يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم؟ الجواب هو هذا الحديث: المؤمن بلاؤه في الدنيا وعذابه في الدنيا، فإذا لقي الله يوم القيامة لقي ربه نقيا من ذنوبه إلى الجنة. أما ذلك الكافر فإنه يمتع في الدنيا ليستدرجه الله، لأنه لما يرى أنه في نعيم ويرى المسلمين مثلا في شيء من البلاء وغيره، يأتي الشيطان إليه ويقول إنك على الحق فيستمر في باطله، فهو استدراج من الله. يقول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.